نعم شيخ. سلام. الله يجزيك يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا اهل الدخول بالوجوب، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. قال: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، أهل الأموال، والغالب أن هؤلاء كانوا من المهاجرين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب أنهم كانوا من المهاجرين، لأنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة منعتهم قريش من أخذ أموالهم، فكان الرجل يخرج بنفسه وتستولي قريش على ماله، فوصلوا المدينة فقراء لا أموال لهم، وإن كانوا في مكة لهم أموال. وأما الأنصار فهم أهل الزراعة والمال في أيديهم. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يشاركوننا في الأعمال البدنية ويمتازون عنا ويزيدون علينا بالعبادات المالية، فهم أكثر منا أجرا. فما غبطوهم على المال، لا، غبطوهم على الأجر. هذا الذي حز في أنفسهم، ما حز في أنفسهم أن لهم أموال وليس لهم مال، لا، لأنهم أزهد الناس في الدنيا. إنما الذي آلمهم أنهم لم يفتح لهم من الصدقة ما فتح لإخوانهم أصحاب الأموال. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة ليست محصورة في الصدقة المالية، وإنما هناك أعمال صالحة بدنية وأجرها مثل أجر الصدقة، أجرها مثل أجر صدقة المال. ومعنى قوله يتصدقون بفضول أموالهم يعني بالزائد من أموالهم، وهذا هو المطلوب، أن تتصدق بما يزيد عن حاجتك وحاجة من تعول. نعم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة. فهذه صدقة تتصدق بها على نفسك، يعني لا تظن أن الصدقة فقط تتصدق على غيرك، لا، فهنا جعل الصدقة صدقة بالعمل البدني الذي ليس فيه مال. وأيضا أعطانا مفهوم جديد للصدقة، لأنه ليست الصدقة فقط على الغير، هذه صدقة منك على من؟ صدقة منك على نفسك، تؤجر عليها مثل ما يؤجر المتصدق بماله على الفقير والمسكين. نعم. كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهديئة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة.
هنا صدقة على الغير، هنا صدقة على الغير. فحينما تأمر شخص بالمعروف أنت الآن تتصدق عليه، وهذه الصدقة ربما يكون نفعها أعظم من نفع الصدقة المالية. لكن لو نظرنا يعني الألذ والأحلى والأجمل عند الشخص أنك تتصدق عليه بالإنكار المنكر والأمر بالمعروف، ولا صدقة تعطيه مالا كي تعطيه مال، والنفس مولعة بحب العاجل كما يقول الشاعر. ولكن لو فكر فيها يمكن العاقبة في الآخرة أنك تتصدق عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلها أو منفعتها له أعظم بكثير من المنفعة المالية. وأمر بالمعروف يعني الذي عرف خير من الشرع، ما عرفه الشرع أنه معروف، ونهي عن المنكر دل الشرع على أنه منكر. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، المقصود هنا التعبير المقصود بالبضع هنا يعني الذكر، يعني الذكر. وفي بضع أحدكم صدقة يعني حينما يطأ الإنسان أهله أو ملك يمينه فله بذلك صدقة، له أجر الصدقة، لأنه يحسن إلى نفسه من جهة، وأيضا في إحسان إلى امرأته أو إلى ملك يمينه. فإحسانه إلى نفسه أنه قضى الوطر الذي هي الحاجة البشرية، فكونك تعطي النفس حظها بوجه مباح هذه صدقة منك على نفسك، مثل ما تعطي نفسك حظها من النوم وحظها من الإجمام، هذه صدقة تتصدق بها على نفسك. وأيضا في قضية الوطء، وطء الزوجة وطء ملك اليمين، في من جهة أخرى عفاف النفس عن الحرام، كما في الحديث فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، فأنت تحسن إلى نفسك من هذه الجهة. أيضا في إحسان إلى زوجتك، إحسان إلى ملك يمينك من جهة قضاء هذا الوطر البشري الجبلي، أيضا إعفافهن عن الحرام. وأيضا في إحسان الأمة لما ينشأ عن هذا الجماع من الولد إذا قدر الله وكتب، فيكثر به عدد الأمة، وفي ذلك مصلحة ومنفعة للأمة. نعم. قالوا يا رسول الله ليأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هم استغربوا كيف يكون في هذا الأمر الجبلي الذي فيه لذة للنفس وداعية النفس أصلا يعني تدعو إليه ويكون فيه أجر. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على قضية قياس العكس. نعم. قال أرأيتم لو وضعنا في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم، لو وضعها في حرام كان عليه وزر، هذا الجواب. أيوه. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. فالمقصود أن هذا الحديث فتح مفهوم الصدقة، وسع مفهوم الصدقة، أن الصدقة قد تكون بالعمل البدني الذي لا مال فيه، وقد تكون أيضا الصدقة صدقة من الإنسان على نفسه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا أيضا في حث على الاستكثار من هذه الصدقات. يعني الجالس ساكت، ليش ساكت؟ سبح، احمد الله، هل كبر، لك بهذه صدقات عظيمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تنفر فيه أعد كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. لا تقف، الجملة متصلة، صدقة كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تنفر فيه الشمس. أي الجملة يعني متصلة، الجملة متصلة ليست جملتان منفصلة، لا، يعني كل يوم تطلع فيه الشمس على هذه السلامة، السلامة يعني المفاصل، تصبح وعليها صدقة، مطلوب منها أن تتصدق، مطلوب منها أن تتصدق. هذا المقصود، أنه كل يوم تصبح فيه هذه السلامة يعني المفاصل والفقرات التي في الجسم، وعددها في الجسم كم؟ 360 مفصل. فهذه المفاصل
شكر الله عز وجل عليها بالصدقات، كل مفصل عليه صدقة، يعني 360 صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، يعني في كل يوم، كل يوم يعني في كل يوم تطلع فيه الشمس. فاليوم هذا له صدقة، أمس كان له صدقة، بكرة له صدقة، وهكذا. طيب كيف الواحد بيتصدق كل يوم ب 360 صدقة؟ من وين بيجيب أموال، يجيب دراهم، يجيب طعام، كمية كبيرة، مبالغ كبيرة عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر في سعة وفي يسر، وأن أبواب الصدقات هذه ليست محصورة في الصدقة المالية. نعم. تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين صدقة. عندك ولدين، أعطيت هذا 5 ريال، تعطيت الثاني 5 ريال، خلاص هذه صدقة، عدلت بين ولديك. عندك زوجتان، عدلت بينهما ذاك اليوم، هذه صدقة. أنت قاضي، حكمت بالعدل بين اثنين. مدرس، عدلت بين طالبين، وهكذا. تفضل. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب بالنسبة للعدل بين اثنين، هذا واجب ولا مستحب؟ واجب. طيب تعين الرجل على دابته، في دابته تحمله عليها، هذه صدقة. هذا عفوا، هذا نافلة. واضح؟ فإذا الصدقات منها ما هو فرض، ومنها ما هو نفل، ومنها ما هو نفل. طيب تفضل. والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة صدقة. فرض ولا نفل كلمة طيبة؟ أحسنت. منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. يعني مريت على واحد وقلت السلام عليكم، هذه كلمة طيبة ولا لا؟ نافلة ولا نافلة؟ طيب هو يقول عليكم السلام، هذه كلمة طيبة لكنها واجبة، وهكذا. نعم. ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وين الصح، خطوة ولا خطوة؟ كلاهما ولا في قول آخر؟ طيب الخطوة هي الفعل نفسه، حركة نقل القدم، هذه خطوة بالفتح. الخطوة ما هي؟ المسافة بين القدمين، المسافة هذه خطوة المسافة. الفعل نفسه هذه خطوة بالفتح. طيب وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نعم. وتميت الأذى عن الطريق صدقة. تمام. فإذا مط الأذى عن الطريق، شوك، مسمار، خشبة، حجرة، لك بهذا صدقة. طيب تميط البدع عن طريق المسلمين إلى ربهم، هذه صدقة عظيمة، صدقة عظيمة، بس ما يقدر عليها ويقواها إلا أهل العلم، لأنه من اللي يميز بين البدع وغير البدع؟ أهل العلم، تحتاج إلى علم. إن شاء الله تعلمون وتميطون البدع في العقائد وفي العبادات عن المسلمين في بلادكم إن شاء الله. طيب تفضل يا شيخ. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. سمعان ولا سمعان؟ يقولون أصح بالكسر سمعان، ويصلح سمعان. طيب لكن احنا أكثر ما نسمعها ونقراها سمعان، صح؟ طيب النواس بن سمعان رضي الله عنه، ويصلح سمعان يصلح، لكن يقولون هذيك الأصح. تفضل. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق مثل الدين النصيحة ومثل الحج عرفة. يعني البر هنا معناها الدين حسن الخلق، يعني كأن معظم الدين وأكثر الدين هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. وهذا يدل على مكانة حسن الخلق في الإسلام. طيب البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يعني في الأمور المشتبهة، هذا في الأمور المشتبهة. الإثم ما حاك في النفس، يعني قد تتردد حلال أو حرام اتركه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أو يكون الإثم ما حاك في النفس، يعني أثر فيها الخوف منها، ترى يعني كراهية لها، وفي الوقت نفسه أيضا تخشى أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله فيلحقك الذنب في عرضك
وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالخلاصة أن الإثم الواضح هذا تتركه، والأمر المشتبه الأورع والأحوط لك يا عبد الله أنك أيضا إيش؟ أنك تجتنبه. نعم. وعن وابس بن معبد رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر؟ قلت نعم. هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة أنه أخبره عما جاء يسأل عنه قبل أن يسأل. فهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله عز وجل يطلع على ما يشاء من ذلك. نعم. قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. نعم، هذا شأن البر، شأن الطاعة، أن النفس مطمئنة إليه. طبعا نقصد هنا نفس المؤمن اللي عندها مراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية في الغيب وخوف الوقوف بين يديه، هذا الذي يعني يشعر بخطر الإثم وبفضيلة الطاعة. نعم. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس أفتوا. يعني هذا كما قلنا مثل الحديث السابق، يعني الأمور التي يحصل فيها تردد، هل هي حلال أو حرام، اجتنبها هذا الأمر المشتبه. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هل هو حلال ولا حرام، أفعل أو ما أفعل. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني هذا الأمر اشتبه عليك وكان نفسك تميل إلى أنه حرام وما اتضح لك الأمر، فاجتنب. وإن أفتاك، وإن قيل لك يعني افعله، ما دام أنك تجد في نفسك وازع ومانع يمنعك من فعله خشية الإثم فاجتنبه، فذلك أبرى لدينك وعرضك. لكن إذا كان هذا عن وسواس وورع في غير محله، فنقول لا تلتفت لهذا الوسواس ولا لهذا الشعور الذي تجده في نفسك. يعني بعض الناس مثلا يتوضا 5 مرات 6 مرات ويروح يستفتي، قيل له توضا مرة أو مرتين أو 3 ولا تزد، فيقول لا، الرسول قال وإن أفتاك الناس وأفتوا، أنا لا أزال أتوضا 10 مرات. يصلح؟ ما يصلح. هذا تصرف باطل وفهم للحديث فهم باطل أيضا، ما هو هذا الحديث. نعم. عن ابي نجيح بن عباس بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب ودركت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال يعني أبو نجيح من أهل الصفة، عرباض بن سارية السلمي من أهل الصفة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته قبل موته. كانت هذه الموعظة بعد صلاة الفجر، فكانت موعظة مؤثرة خافت منها قلوبهم، ومن آثار هذه الخشية والخوف دمعت عيونهم رضي الله عنهم. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنها موعظة من عرف دنو أجله، والشخص الذي يوصي عند دنو أجله يستقصي في الوصية، يستقصي في الوصية، لأنها تصدر عن حرص وعن شفقة وعن رحمة بمن يعهد إليه. كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن موعظة وصية المودع يستقصي فيها صاحبها الخير للمنصوح والموصى له. نعم. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد. لاحظ هنا أوصاهم بأمرين: الوصية بتقوى الله والوصية بالسمع والطاعة. الوصية الأولى هذه فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، يعني فيصلح بها دينه. والوصية الثانية السمع والطاعة، هذه يصلح بها أمر الدنيا، لأنك أنت في العبادة وفي الطاعة وفي الدنيا هذه
إما تعامل ربك أو تعامل الجماعة التي أنت فيها. فما تستقيم الأمور إلا بهاتين الخصلتين بينك وبين الله عز وجل بالتقوى، ومن التقوى أيضا السمع والطاعة، لكن نص عليها بخصوصها لعظم شانها، فبها صلاح أمر الدنيا، فإنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وما يستقيم الإسلام إلا بذلك أصلا. تذكرون الأثر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فكثير من العبادات التي تتعبد بها لله عز وجل تحتاج إلى الجماعة، والجماعة لابد لها من إمام يرتب أمورها وينظم أمورها، مثل صلاة الجماعة في المساجد تحتاج إلى الاجتماع، هذا يحتاج إلى أمن. الأمن كيف يأتي إذا ما في ولاية وما في سمع وطاعة؟ لو صارت أمور الناس فوضى ما اجتمعنا هذا الاجتماع، ولا لا؟ إذا حصل الخوف تعطلت المساجد، نسأل الله العافية والسلام. صلاة الجمعة، الجهاد في سبيل الله، الأعياد، كل هذه تحتاج إلى جماعة منتظمة، وهذه الجماعة لا تنتظم إلا بوجود الإمام. الحدود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه الأشياء ما يمكن أن تقام على وجه الأتم الأكمل إلا بوجود الإمامة والجماعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني تسمع الأوامر ثم تطيع، تسمع وتطيع، يعني في غير معصية الله، أي في غير معصية الله. وإن تأمر عليكم عبد، في رواية مجدة على طراف. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام أكد وإن تأمر عليكم عبد يعني مملوك؟ لأن العرب كانوا في الجاهلية ينفون عن الخضوع والسمع والطاعة للرؤساء والزعماء، ينفون، حتى ينف أنه يسمع ويطيع حتى لو كان والد ابن عمه مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقتلع هذا الأمر من جذوره من نفوسهم، ويربيهم على السمع والطاعة للإمام أيا كان، ابن عمك ولا بعيد ولا قريب، ما دام أنه ولي أمر شرعي يجب عليك أن تسمع وتطيع له. والولاية في الإسلام تحصل إما باختيار أهل الحل والعقد مثل ولاية أبي بكر الصديق، أو بعهد من الإمام السابق مثل ما حصلت لعمر من أبي بكر، عهد أبو بكر بالأمر إلى عمر. وإما بماذا؟ وإما بالغلبة يقهرهم بقوته بسيفه حتى تجتمع عليه الكلمة، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان، غلب على ابن الزبير في الحجاز ومصعب بن الزبير في العراق، وتم له الأمر، فبايعه الصحابة الذين كانوا موجودين في زمانه، على رأسهم عبد الله بن عمر، وكتب إليه بالبيعة وجعله إماما وأمير المؤمنين، يجاهدون تحت رايته ويحجون معه ويغزون معه ويؤدون إليه زكاة أموالهم إلى آخره. فهذه طرق الولاية في الإسلام. الوالي المسلم إما ينالها باختيار العدل والعقد، إما بالعهد من الإمام السابق، ومن غلب بسيفه وقهرهم بسيفه حتى اجتمعت عليه الكلمة فهو إمام، له مال الإمام الذي اختاره الحل والعقد، أو الإمام الذي وليها بعهد من سبق. هل يلزم لهذا الإمام أن يكون إمام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ الجواب لا، ما يلزم. وبعد يعني عهد بني أمية ما صار في اجتماع حقيقي على إمام واحد، وما زال العلماء يسمعون ويطيعون لمن ولي الأمر في القطر الذي هم فيه، ويعاملونه معاملة الإمام الأعظم. هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، لأنه بعد ما ذهبت دولة بني أمية واستولى بني العباس على المشرق، واستولى جزء من بني أمية على المغرب، وما كانوا نواب عن الخليفة العباسي في المشرق. ثم أيضا في داخل الدولة العباسية بعد ما ضعفت قليلا خرجت دويلات في داخل الدولة العباسية،
في المغرب وفي اليمن وفي العراق وفي مناطق كثيرة. فالمقصود أن بعض الدعايات التي تنشر اليوم من قبل الجماعات الحزبية التكفيرية التي تطعن في شرعية ولاة الأمور في الغالب هي مطاعن ما تتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة. إما يقول لك أنه ليس إمام على المسلمين كلهم. طيب هذا الأمر قديم وليس جديد، وما زال علماء السنة يرون السمع والطاعة لمن تغلب في الأقطار التي هم فيها. كل إمام في قطره إمام للمسلم، يعامل معاملة الخليفة الذي لا يوجد في الأرض غيره، مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. قال لك والله أن هذا تغلب بالسيف. طيب تغلب بالسيف وقار ناس بالقوة، الصحابة سمعوا وأطاعوا لمن تغلب. أنت أهدى من الصحابة وأعلم. قال لك أن هذا أخذ بالوراثة. طيب عمر تولى بولاية عهد ممن سبق. إيش المشكلة في هذا؟ الصحابة الذين أدركوا يزيد بايعوا، سمعوا وأطاعوا جمهور المسلمين، وهو بولاية عهد ممن سبق. فالمقصود أن هذه شبهات تثار بين فترة وفترة ووقت وآخر من أجل إثارة الفتن في بلاد المسلمين، ويثيرها الخوارج وأتباع الخوارج وأذناب الخوارج، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. نعم. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا مرض الاختلاف الكثير، مرض أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام النبوة. أخبر بأمر غيبي ووقع كما أخبر، لكن من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته أنه ما ذكر المرض وسكت، بل ذكر المرض وذكر معه الدواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نشوف الشفاء ما هو. تفضل. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمام. إذن هذا شفاء المرض، شفاء الاختلاف والتنازع والشقاق والبعد عن هدي النبوة، علاجه بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهنا نلاحظ أن جعل السلامة في سنته. في الحديث الآخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، كما في رواية مسلم حديث جابر. وفي مستدرك الحاكم حديث ابن عباس كتاب الله وسنته. فالسنة قرينة للقرآن لكونها عصمة من الاختلاف والضلال. وفي هذا الحديث جعل سنة الخلفاء الراشدين قرينة لسنته صلى الله عليه وسلم، فصار عندك العصمة من الزيغ والضلال كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولزوم سنة الخلفاء الراشدين. نعم. أصل عليها بالنواجذ. نعم. وإياكم محدثات الأمور. يعني عض على النواجذ عبارة عن شدة التمسك. شدة التمسك. أحيانا تمسك الحبل مثلا، لو واحد بيسقط ولا شيء بيده، يحس أن يده ما تكفي، لا يزيد معها حاجة ثانية فيعض بفمه عليها. والنواجذ يعني قالوا أقصى الأسنان. فالمقصود عبارة عن شدة التمسك، مثل واحد في البحر غريق ورموا له بحبل وخايف أنه يسقط مرة ثانية في البحر، كيف يكون تشبثه بهذا الحبل؟ أشد ما يكون، لأنه لا عرف لو سقط أهلكه الماء ولا أكلته حيتان البحر. وهكذا الذي يسقط من كتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين أهلكته البدع والمحدثات والضلالات، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فإن كل بدعة ضلالة. نعم. هذا كما سبق أنه كل البدع ما في بدعة حسنة في الدين، ولهذا إن وجدت يعني شيء مما يطلق عليه بدعة حسنة وفعلا تبين أنها حسنة فليست بدعة، لأنه لا بد أن يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يدل عليها لا كتاب ولا سنة فليست بحسنة، وإن استحسنها بعض الناس. نعم. أما قضية أنه نعمة البدعة هي
فأنت تلاحظ أن الموطن الذي قيل فيه نعمة البدعة لم تكن بدعة حقيقية، ليست بدعة حقيقية. يعني صلاة التراويح التي جمع الناس عليها عمر رضي الله عنه وارضاه، هل هي بدعة حقيقية؟ احنا قلنا البدعة الأمر الذي لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من أول من جمع الناس في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما في الأمر أنه ترك الاجتماع أو الاستمرار في صلاة الجماعة للتراويح خشية أن تفرض، لأن الوحي ما زال ينزل. طيب في عهد عمر في وحي باقي بينزل؟ خلاص انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه لمانع، هذا المانع زال، هذا المانع زال. فما يشوش بمثل كلمة عمر لما قيل لما تخشى أن تكون بدعة فقال نعمة البدعة هي. ما يقصد أن البدع في بدع حسنة، لا، لكن هذا مقابل لقولها ما تخشى أن تكون بدعة، قال نعمة البدعة، ولا ما ينطبق عليها تعريف البدعة الشرعية. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال نعم. أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم في الغالب ما كانت تتعلق بالدنيا. يعني ما يمر عليك صحابي قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يملأ بيتي ذهبا فضة كذا. الرسول لو دعا الله عز وجل ممكن إيش يستجيب له في هذه الأمور، لكن كانت قلوبهم معلقة بالآخرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى لعلم بهوان الدنيا على الله، وأن مآلها إلى الزوال والنفاد والفناء، لكن الباقي ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، بدأ به هو الأصل التوحيد. في توحيد نفعت الصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الرحم وكل الأعمال الأخرى. ما في توحيد القلب معمور يعني خرب بالشرك، ما نفعت لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. خرب القلب بالبدعة، أحيانا هذه البدعة قد تفسد عليك كثير من أعمالك الصالحة. انظر إلى الخوارج، أول ما وصفهم النبي في الحديث وصفهم بالاجتهاد في العبادة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. هو يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. طيب آخر الحديث لئن أدركتم لأقتلنهم قتلا. وين راحت الصلاة والصوم والقراءة؟ ما نفعتهم نسأل الله العافية والسلام. صار في فساد في القلب بهذه البدعة الخبيثة، أثرت على عباداته. وهكذا أيضا الشرك قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، نسأل الله العافية. فبدأ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا يعني لا تشرك به شيئا، يعني لا شرك أكبر ولا أصغر، لا ظاهر ولا خفي، لا قولي ولا عملي، كل نوع الشرك. أيضا من جهة المشرك به لا تشرك بالله شيئا، لا شمسا ولا قمرا، لا شجرا ولا حجرا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا، لا شيء. فهو يعم كل ما يشرك به مع الله عز وجل ويعم كل أنواع الشرك، لا تشرك بالله شيئا. نعم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم واصل. ثم قال ألا أدلك على باب الخير صوم جنة. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه عما سأل ثم زاده وقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة. خلاص أدى الخمس هذه دخل الجنة، ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعلم أن معاذ رجل صاحب قلب عقول، فهو رجل عالم قلبه يقبل العلم. الحديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، فزاده عليه الصلاة والسلام. قال ألا أدلك على باب الخير الصوم جنة
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم، ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني هذه في النوافل، هذه السابقة كلها فرائض. من رحمة الله أنه فتح العباد باب النوافل بعد الفرائض، لأن فيها كثرة حسنات، وفيها تكفير سيئات، وفيها رفعة درجات، وفيها تكميل للفرائض. هذه بعض فوائد النوافل: تكثير الحسنات، تكفير للسيئات، رفعة للدرجات، جبر لما يحصل من جنس تلك النوافل في الفرائض من النقص. الصوم جنة، يعني وقاية، يقيك في الدنيا من المعاصي، ويقيك في الآخرة من النار، هذا معنى جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أذنبت تب إلى الله، استغفر وتصدق، احرص على الصدقة ولو باليسير، لو بقارورة مويه بالصريح. لا تقول أنا ماني غني، اللي صدق يتصدق من الأغنياء، لا، أنت تستطيع تتصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا مرة أصحابه إلى الصدقة، واحد من الصحابة ما عنده شيء يتصدق به، فذهب إلى يهودي في مزرعة وأجر نفسه أنه يخرج له ماء من البيت بالدلو، كل دلو بتمر، حتى ملأ كفه تمر، خلاص، وراح وتصدق بهذه التمرات رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهي من خير ما يعمله العبد إذا أذنب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا مما يطفئ الخطايا الصلاة في جوف الليل، ولو بركعتين، لو بأربع، فهي مما يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعمل. وهنا يعني نستفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استشهد بالآية في أثناء حديثه ما يستعيذ بالله، ما يستعيذ أو يرتل أو كذا، لا، يسوقها كما يسوق بقية كلامه، لأنه لو أنه استعاذ لنقل، لو أنه رتل في أثناء الاستشهاد لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. هذه كلها زيادات من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. نعم. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الدين بعدة تشبيهات. شبه الدين أول شيء بالحيوان الذي له رأس، إذا قطع الرأس هلك الجسد كله. فرأس الدين الإسلام الذي هو التوحيد والبراءة من الشرك، إذا ما في هذا ما عاد لا تنفع لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غيره. ثم أيضا شبه الإسلام بالخيل، وشبه الصلاة بعمود تلك الخيل، قال: وعموده الصلاة، يعني كان الإسلام خيمة وعمود هذه الخيمة ما هو؟ الصلاة. طيب إذا سقط العمود سقطت الخيمة. وهكذا الذي لا يصلي جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. وذروة سنامه الجهاد، يعني شبه الإسلام بالجمل، وأعلى ما في الجمل إيش؟ سنامه. وهكذا الإسلام يعلو بالجهاد في سبيل الله، ولهذا إذا تركه أهل الإسلام ذل، سلط عليهم العدو. فهذه تشبيهات، وهي تشبيهات بليغة من أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. يعني بما يجمع لك هذه الخصال كلها ويكون عونا لك على تحصيلها كلها. قلت:
قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. جعل مدار الصلاح على إيش؟ على اللسان. طيب وين راح على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؟ يقولون القضية يعني تشبيه كذا تقريب، إنه القلب بمنزلة الملك، واللسان بمنزلة إيه؟ وزير الملك، الوزير الكبير، وزير الخاص. والوزير له تأثير على الملك ولا لا؟ المستشار الذي يصدر عن رأيه إلى آخره. فإذا صلحت البطانة صلح الملك، فسدت البطانة ربما فسد الملك. فهذا اللسان هو بمنزلة البطانة، بمنزلة وزير الملك. فما هو يعني ما هو تعارض بين الأحاديث، لا، هو الأساس هو القلب، ولكن ما تتكلم به يؤثر على قلبك. ولهذا في حديث أظن في صحيح حبان إنه في كل يوم تطلع فيه الشمس تكفر الأعضاء اللسان. يقولون للسان إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا فيه الحث على مراقبة اللسان، لا تتكلم إلا بخير، ما في خير اسكت. وقلنا أن الخير يعني ما ترتب على مصلحة الدين أو مصلحة الدنيا. نعم. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكيف أمك؟ وهل يكون الناس بالله على وجوههم؟ فقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. هنا يعني إشكال أن معاذ كيف يعني يقول وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني هل يخفى أن الإنسان يؤاخذ بكلامه؟ يعني مثل هذا ما يخفى، لكن قال والله أعلم أن معاذ فهم من الحديث كف عليك هذا، يعني أن العبد مسؤول عن كلامه حتى في الكلام المباح الذي لا يتعلق بحلال ولا حرام. والله أعلم. تفضل اللي بعده. عن ابي ثعلبه الخشني جمهور بن هاشم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني مثل رمضان ومثل الصلوات الخمس ونحو ذلك. نعم. وحتى حدودا فلا تعتدوها، يعني وضع فواصل بين الحلال وبين الحرام، وبين ما شرع وبين ما لم يشرع، فلا تتجاوزوا هذا الحد الفاصل من الحلال إلى الحرام. يعني مثلا شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، خلاص معروف الأول ومعروف الآخر. إن غم عليكم فاقدروا له، أو أكمل عدة 30. فيجي واحد ويتجاوز هذا الحد إلى ما بعده، فيقول الناس تصوم 30 يوم، أنا سأكون أكثر إيمانا منهم وسأصوم يوم 31، سأصوم 31 يوم، وصام يوم العيد. هذا تعدى حدود الله وتقرب إلى الله عز وجل بمعصية الله. فإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوا حد حدود. يعني مثلا حد العبادة: الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، الوضوء 3 نقص حد، وهكذا، فلا تتجاوز هذا الحد. نعم. محرم وحد حرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، مثل الزنا وأكل الربا والرشوة ونحو ذلك. نعم. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني لم يذكرها في القرآن، هذا المقصود. وإلا سكت عنها يعني ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة. أيوة، يعني المقصود أنه سكت عن أشياء لا تظن أنه يعني أنه ما جاءت في القرآن الكريم، لا، المسألة أوسع من كذا. فلم يترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا دل عليها القياس. أما شيء دل عليه القياس هذا ما سكت عنه. واضح ولا لا؟ ما سكت عنه. فالمسألة التي عليها دليل شرعي، دليل معتبر من أي أدلة الشرع المعتبرة،
فهذا يدخل إما في فريضة، يدخل في نافلة، يدخل في حرام تجتنبه إلى آخره. فقصدي أنا من هذا لا تظن ما سكت عنه أنه مثلا ما ذكر في القرآن، لا يذكر في القرآن، لم يذكر في السنة، لم يدل عليه إجماع، لم يدل عليه قياس صحيح إلى آخره. هذا الذي يصدق عليه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. عن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احب لله واحب للناس. فقال: ازهد في الدنيا محبه الله، وازهد فيما عند الناس محبه الناس. نعم، كونك تحرص على ان الناس يحبوك هذا منكر. تحرص على الناس يحبوك، وليش ما هو منكر؟ ها؟ يعني عندك تعليل، ما عندك دليل. وين الدليل؟ ما ذكرت لي انت الدليل. ها، انا سؤالي كونك تحرص على الناس يحبوك هذا منكر ولا غير منكر؟ اول شيء ها، غير منكر. طيب ايش الدليل؟ عطني دليل. انت اعطيتني تعليل، انا ابغى دليل. يلا عشان الوقت تفضل. ايوه اقر هذا الاسم. اقر النبي عليه الصلاه والسلام قول الرجل: دلني على عمل اذا عملت احبني الله واحب للناس. ما قال له ما يجوز لك تطلب محبه الناس، اقره. واضح كذا؟ طيب، دلني على عمل اذا عملت احبني الله واحب للناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لانك ما تنافسهم على دنياهم. تفضل. عن سعيد بن سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم، هذا حديث هو ايضا قاعده عظيمه من قواعد الدين: لا ضرر ولا ضرار. ايش معنى لا ضرار؟ بالتوكيد، لا ضرر. فلا ضرر هذا مؤكد، ولا ضرار هذا مؤكد تاكيد له. ومنهم من يقول لا ضرر يعني ابتداء، ولا ضرار من باب المقابله. الضرار من باب ايش؟ من باب المقابله، والضرر من باب الابتداء. وهذه القاعده لها تطبيقات كثيره جدا. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويعطى الناس دعواهم اذا ادعى رجال اموالهم ودماءهم، لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. نعم، لو يعطى الناس بدعواهم، كل واحد ادعى شيء على فلان قيل خذ، حصل فساد وشر عظيم. لو واحد قال هذا قتل فلان، قتل ابني، قتل أبي، قتل، وأنا أطالب بالقصاص منه، لو قبل كلامه بدون بينة سيقتل هذا الشخص. لو قال فلان أنا أطلبه أخذ مني 1,000,000 ريال، لو قبل كلامه بدون بينة لا، أخذ من ماله إلى آخره. فالشاهد أن الشارع أقفل باب الشر من هذه الجهة، فقال المدعي ما يعطى هكذا، ما يعطى إلا ببينة، والبينة ما أبان الحق. والبينة في القضاء عدة أنواع. عندنا البينة التي هي الشهود، شهادة، والشهادة يختلف نصابها من مسألة إلى مسألة. وفي عندنا الإقرار، في عندنا الكتابة، في عندنا القرائن، في عندنا اليمين. المقصود أن البينة هي ما أبان الحق ظهره. قال: لكن البينة على المدعي. البينة حجة قوية، فجعلت مع المدعي، لأن المدعي دعواه ضعيفة، فأعطي أو جعلت البينة في جانبه. واليمين على من أنكر، المدعى عليه معه البراءة الأصلية، فهو أقوى من المدعي. المدعى عليه أقوى من المدعي، فلما كان هو الأقوى أعطي اليمين، واليمين أضعف من البينة.
التي مثلا تكون بالشهادة أو نحو ذلك. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبينة تكون للجانب الأقوى الأضعف، واليمين دائما تعطى للجانب الأقوى، كما قالوا القوي مع الضعيف والضعيف مع القوي. طيب تفضل يا شيخ. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. تحتاجون مثال على حديث ابن عباس السابق ولا نمشي؟ نمشي كيف؟ تحتاجون يعني مثلا زيد وعمرو. زيد ادعى قال إني أطلب عمرو 1000 ريال. تحاكم عندهم، ذهبوا للقاضي. ذهب زيد للقاضي وقال أنا أسأل عمرا 1000 ريال. هل مباشرة يقول القاضي لعمرو ادفع 1000 ريال كذا مباشرة؟ لا، سيطلب من زيد البينة، أعطني بينة. طبعا بيحضر عمرو، تعال يا عمرو فلان يطالبك ب1000 ريال، كلامه صحيح؟ قال نعم صحيح، وهذا ال1000 خذها. انتهت القضية؟ انتهت. طيب قال نعم له عندي 1000 ريال لكن ما هي موجودة الآن وإن شاء الله سأعطيه. خلاص الأمور هنا واضحة. طيب الحالة الثانية لا أنكر عمرو، قال لا، ما سلفني شيء ولا أخذت منه شيء. هنا نقول يقول القاضي لزيد أعطني بينتك. راح زيد وأحضر شاهدي عدل وشهد بأنه سلف عمرو 1000 ريال. خلاص هنا صارت الحجة لمن؟ الحجة لزيد اللي هو المدعي. طيب قيل لزيد عطنا البينة، قال والله ما عندي بينة، جعلت الله شاهد بينه وبينه وثقت فيه إلى آخره. قال لي عمرو تقر بأن في ذمتك 1000 له؟ قال أبدا، ما أعطاني لا 1000 ولا 100 مرة. فهنا نقول لعمرو احلف يا عمرو أنه ليس في ذمتك لزيد 1000. فإذا حلف خلاص انتهت القضية. صادق الحمد لله، كاذب في باقي فصل أخير المحاكمة يوم القيامة. إذا واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. نعم، رأى منكم منكر فليغيره بيده. رأى منكم منكر يعني منكر أنكره الشارع فعلا، لأنه بعض الناس لجهله يرى أمرا فيحكم عليه بأنه منكر وليس منكر شرعا، ليس منكر في الشرع. وهنا ينتبه، وهذا كثير في الخوارج قديما وحديثا، يرون أمور يعتبرونها منكر، يحكم عليها بأنها منكر وهي ليست منكر بل هي من المعروف. وانظر في الخوارج الأولى، كفروا عليا رضي الله عنه والصحابة اللي معه ومعاوية بقضية التحكيم. طيب طائفتين من المسلمين اختلفت وحكم بينهم حكام يصلحون بينهم، هل هذا منكر؟ هذا ما هو منكر، هذا ليس منكرا. الصلح خير، الصلح جائز بين المسلمين. إذا اختلف رجل وامرأته قال الله ابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله. إذا قتل الصيد أرنب ولا دجاجة ولا شيء من هذا الصيد، حمامة ولا غزال ولا أرنب ولا كذا، حكم فيه حكم كم يساوي وكم. فتحكيم الرجال في الأصل ما هو منكر شرعا، ولكن الخوارج لجهلهم يرون المعروف منكر. شيخهم ذو الخويصرة رأى من النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وما يعطي هذا ولا هذا، فرأى أن هذا إيش؟ أن هذا منكر وهو معروف وفعل معصوم صلى الله عليه وسلم. لكن الخارجي يرى المعروف منكرا بسبب جهله، ويرتب على هذا المنكر يرتب عليه أحكام.
لأن هذا المرتكب المنكر أنه كافر، ثم ينفذ هو فيه الحكم، يعني هو المفتي، هو القاضي، وهو جهة التنفيذ، ويحكم. هكذا يحال الخوارج، صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير يطلع العمل الذي عمله ليس بمنكر أصلا. وهكذا يفعلون اليوم، تكفير المسلمين بغير حق، استحلال الدماء بغير حق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لصاحب السلطة، لمن له سلطة على صاحب المنكر له أن يغير بيده. فإن لم يكن صاحب سلطة على صاحب المنكر يكتفي بالإنكار بلسانه، لا تفعل كذا أصلحك الله، افعل كذا أصلحك الله، وهكذا. فالمنكر القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى العلم حتى يميز بين المنكر والمعروف، ويحتاج إلى الرفق في حال عرض أمره أو نهيه، ويحتاج إلى حلم، لأنك بعد ما تأمر أو تنهى قد تواجه بالسفاهة، فتحتاج إلى إيش؟ إلى حلم حتى ما تنتصر لنفسك. واضح كذا؟ علم في البداية، ورفق في أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحلم بعده. اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يا سلام، أحسن ما يكون. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما استطعت حتى أن تنكر بلسانك. لو أنكرت بلسانك ربما سجنت، ربما أوذيت في مالك، أوذيت في أهلك، سلب مالك، ضرب أهلك، اعتدي عليهم، ونحو ذلك من صنوف الأذى. فهذا لك عذر فيه، لك عذر أن تدع الإنكار باللسان. طيب بقي معنا القلب. القلب ما تعذر بترك الإنكار به. كيف يعني تنكر المنكر بقلبك؟ يعني تبغض هذا المنكر بقلبك، تبغضه، ويعلم الله من قلبك أنك لو كان لك قدرة عليه لأنكرته بيدك أو بلسانك. هذا معنى إنكار المنكر معنى إنكار المنكر بالقلب. وبهذا نعلم أنه ليس المطلوب منك يعني إزالة هذا المنكر، ليس المطلوب إزالة هذا المنكر، المطلوب منك إنكار المنكر. الإنكار على حسب القدرة، عندك قدرة باليد أزله باليد، ما عندك لست صاحب سلطة أنكر باللسان. يترتب مفسدة كبيرة بالإنكار باللسان، تكتفي بالإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. هذا الدليل لأهل السنة على أن أعمال الجوارح من الإيمان. أن أعمال الجوارح من إيش؟ من الإيمان. لماذا؟ لأن الرسول جعل إنكار المنكر إيمان، وذلك أضعف الإيمان. خلوكم معنا، وذلك أضعف إيه؟ أضعف الإيمان. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى إنكار المنكر، وهو عمل فجعله من الإيمان. وهذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. وباب إنكار المنكر من الأبواب المهمة، لا بد من العناية به. بسببه ظلت الخوارج، وبسببه ظلت المعتزلة، هذه الأسماء القديمة لهم، وبسببه الجماعات الغالية اليوم أيضا عندها خلل عظيم في هذا، مثل ما ظل أسلافهم من الخوارج والمعتزلة. فإما ينكرون أمر ليس بمنكر، مثل ينكرون الحكام قضية الصلح مع الدول الكافرة، والذي يصالح دولة كافرة من اليهود أو غيرهم شنعوا عليه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صالح من هو أخبث من اليهود، وهم مشركوا قريش اللي أخرجوا من مكة ظلم وعدوان، وهي حب البلاد إلى الله عز وجل. صالحهم في صلح الحديبية وبشروط فيها غضاضة على المسلمين، صحيح ولا لا؟ طيب فقضية الصلح، صلح الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة ليس بمنكر في الأصل. لما هاجر إلى المدينة صالح اليهود، وكان جزء كبير منهم يسكن في المدينة. واليوم تجد كثير من الجهال وبالذات المتأثرين بهذه الجماعات السياسية الحزبية يشنعون على
من يفتي بجواز الصلح مع اليهود أو يشنع على الدولة إذا صالحت دولة يهود وهكذا. فظلوا أقول في تسمية ما ليس بمنكر منكر. أيضا ينكرون المنكر بصورة يترتب عليها شر وفساد أكبر من ذلك المنكر. يعني مثلا يكون عند بعض الحكام شيء من الظلم والجور والأثر، فينكرون عليهم بالخروج عليهم، ينكرون عليهم بالخروج. طيب إذا أنكر عليهم بالخروج، ما الذي يترتب على هذا الخروج؟ شر أعظم من الظلم والجور والأثر اللي كانت موجودة. انظروا إلى البلاد اللي اصطلت بنار ما يسمى بالربيع العربي، وين حالها أفضل، أول ولا الآن؟ أذان؟ طيب معلش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. فأقول أيضا يعني من الخلل في هذا الباب أنه ينكر المنكر بمنكر أعظم منه أشد منه، مثل ما ينكر على بعض ولاة الأمور ما يحصل منهم من الخلل بالخروج عليهم وإثارة الشعوب على الحكام، فيترتب على ذلك من الفساد الشيء العظيم. كم من يعني مئات الألوف من الأرواح تزهق، كم من الأعراض تنتهك، كم من الأموال تسلب، الأمن الذي يذهب، تعطل شعائر الدين، خراب يعني كثير من مصالح الدنيا، حتى يتمنى الناس أنهم لو عاد بهم الأمر إلى ما كانوا عليه من قبل. هذا كله بسبب الإخلال بالهدي الشرعي في إنكار المنكر. ما يكفي الحماس ولا تكفي الرغبة في الخير في قضية إنكار المنكر، بل لابد من الانضباط بالضوابط الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة في مكة، هو يرى بعينيه الأصنام حول الكعبة، هو والذين آمنوا معه. طيب ما عندهم يعني كره لهذا المنكر لهذه الأصنام؟ بلى. ما عندهم غيره على دين الله؟ بلى. طيب ليش ما امتدت أيديهم إليها بالتحطيم والتكسير؟ لأنهم منضبطون بضوابط الشرع. الشرع أمرهم بكف أيديهم عن تلك الأصنام. بعد ما هاجر وبعد ما جعل الله للمسلمين قوة وفتح مكة، أول ما فتح مكة وصارت تحت إمرته وتحت يده، حطم تلك الأصنام كلها 360 سنة لما صار عنده سلطة وقوة وقدرة.
طيب الكعبة ما كانت مبنية على قواعد إبراهيم، لا سيما الجهة الشمالية جهة الحجر، وتمنى أنه لو هدمها وعاد بناءها على قواعد إبراهيم كاملة، وجعل لها بابين لاصقين بالأرض، يدخل الناس من باب ويخرج الناس من باب، ولكنه ما فعل. لماذا؟ مراعاة، لأنه لو هدم الكعبة لا حصل من جراء ذلك شر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي قضية المصالح والمفاسد، سد الذرائع الموصلة إلى أمور لا يحمد عقباها. إذا لم يراعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الاعتبارات الشرعية كلها حصل من جراء إنكاره المنكر الشر العريض والفساد الكبير. نعم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. لحظة، لا تحاسدوا يعني لا يحسد أحد، لا يحسد زيد عمرو، لا يحسد محمد أحمد، وهكذا. والحسد أن تكره نعمة الله على أخيك، تتمنى زوالها، هذا الحسد. الغبطة أن تحب أن يكون لك من الخير مثل ما عند أخيك، هذه الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل الذي عنده، لكن ما تتمنى زوال نعمة أخيك. أما الحسد لا، تتمنى أن تزول النعمة عنه والعياذ بالله. تفضل. النجش يعني أن تزيد في سعر السلعة، تزيد في سعر السلعة، في حراج في سوق من يزيد. هذه السلعة يحرج عليها 5 ريال، قلت أنت ب6، قال ذاك ب7، قلت أنت ب8. هذه تزيد في السعر. تزيد بقصد إيش؟ تزيد بقصد الإضرار بالمشتري أو بقصد نفع البائع، بهذا القصد، ما هو بقصد أنك فعلا راغب في هذه السلعة. هذا النجش المحرم. وهكذا أيضا ما يجوز مقابل النجش، هو أنك تنقص من سعر السلعة، فهي تسوى فعلا مثلا 50 ريال، وتجي أنت تعطيها 3 ريال، يلا 3، وأنت عارف أنها تسوى 50 فأكثر، لكن تريد أن تضر به. فالنجش الذي هو الزيادة في السعر في الثمن أو ما يقابله كله محرم، لأنه يترتب على النجش اللي هو الزيادة، ويترتب على الإنقاص، يترتب عليه فساد ذات البين والقطيعة والتهاجر بين المسلمين والعداوة والبغضاء بين المسلمين. وعامة هذه المعاملات في البيوع المحرمة نهي عنها لو تأملتها، لأنها تسبب العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. نعم. ولا تباغضوا. نعم، اللهم إلا البغض في الله، هذا مطلوب. نعم. ولا تدابروا، يعني تلقى أخاك فتعطيه دبرة، وتلقاه يعطيك دبرة ويعرض عنك، لا سلام ولا لقاء ولا تبسم في وجه أخيك ونحو ذلك. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني قبل ما تتم الصفقة يعرض البائع على فلان هذه السلعة ب100 ريال، تجي تقول له تعال أنا أعطيك أحسن منها ب90 ريال، يلا. فهذا يفسد بين البائع وبينك وبين المشتري، هذا يحصل فساد بهذا السبب. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا في الدين فعلا بما تقتضيه هذه الأخوة من عدم التحاسد، عدم التناجش، عدم التباغض، عدم التدابر، عدم بيع البعض على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه. ما هي مجرد أخوة كذا بس باللسان، لا، أخوة يصدقها الواقع العملي. نعم. المسلم أخو المسلم في الدين ولو لم يكن بينهم نسب، وإن اجتمع النسب صار الحق آكد. نعم. لا يظلمه في نفسه، في دمه، ولا في عرضه، ولا في ماله. نعم. ولا يخذله، يعني في موقف يحتاج فيه إلى نصرة ما يخذله بل ينصره ما دام أنه مستطيع. وهذا موضوع النصرة، ومن النصرة يكثر الكلام عليه إلى درجة تكفير المسلمين بقضية النصرة. يعني مثلا اللي تعرض له إخواننا الله يرفع عنهم في غزة وفلسطين وكذا، تجد بعض الناس ليش يعني ما ينصرون أهل غزة، ليش ما ينصرون أهل فلسطين؟
طيب أنت الآن كما قلنا قبل إنه كل الأوامر مرهونة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. الآن مجموعة من التنظيم الإخواني هذا طلعوا بيان قبل يومين ويدعون فيه الشعوب إلى التمرد على ولاة الأمور وعلى الدولة وعلى حكامهم، ولا سمع ولا طاعة لولاة الأمور. يدعون إلى تمرد الشعوب على ولاة أمورها بدعوى إيش؟ بدعوى نصرة إخوانهم في غزة. وهذا لا شك أنها دعوة شيطانية ليس عليها أثارا من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح. فالنصرة مثلها مثل بقية الأوامر الشرعية، هي حسب الاستطاعة. وكما قلنا قبل قليل في موضوع الأصنام في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يرون المستضعفين من المؤمنين يتعرضون لكل أنواع الأذى، ضرب، حبس، تعريض للشمس إلى حد القتل. هل بلغكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة ممن أسلم في ذاك الوقت ذهب وخلص هؤلاء المستضعفين بالقوة؟ فيه؟ ما في، لأنهم منعوا. أعرض عنهم، صفح الجميل، كفوا أيديكم. هكذا كانت الأوامر في أهل مكة. كان يملك النبي عليه الصلاة والسلام المواساة، يجي عند آل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يملك التوجيه، أتى لعمار ويبكي: ليش ما زالوا بي حتى قلت فيك؟ قال: إن عادوا فعلت. هذا الذي يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وجد مخرج لبعضهم بحكم أنه تاجر وعنده مال، اللي يقدر منهم يشتريه وهو مملوك ويعتقه ويتخلص من العذاب. فهي يعني نصرة بقدر إيش؟ بقدر الاستطاعة. قد يكون المانع شرعي مثل ما حصل للنبي والصحابة في مكة، وقد يكون المانع عجز آخر غير ذلك. فالشعوب الآن ما تملك أنها تذهب إلى غزة تنصرها بالسلاح، والدول أيضا ما تستطيع تنصرها بالسلاح. فيه أنظمة دولية وفيه قوة وفيه موانع كثيرة تمنع. وربما لو يعني حاولوا هذه النصرة لجروا من الفساد والدمار على بلادهم أضعاف ما يحصل في غزة أو في فلسطين. لكن الدول بحمد الله من هذه الدولة المباركة وغيرها استطاعت أن تساعدهم بالجانب السياسي في المحافل الدولية، بالنصرة المالية، بالمساعدات العينية وأمثال هذه المقدور عليها. فأيضا قد يكون المانع أحيانا المعاهدات. الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وأحيانا المواثيق والمعاهدات تكون حائل بينك وبين نصرة أخيك المسلم. فالشاهد أن النهي عن الخذلان يعني ما دمت قادرا على نصرته. أما مع العجز فالحمد لله أنت معذور، ولكن يعلم الله من قلبك أنك لو كنت قادرا لنصرته. وأيضا في باب من النصر مفتوح ميسر، وهو الدعاء لهم سواء سرا ولا جهرا. فالدعاء لهم أيضا تملكه. المعونة المالية بالطرق النظامية أيضا هذه مقدورة. فانصرهم بما تستطيع، والذي لا تستطيع الله عز وجل عفى عنه. طيب ثم قال إيش؟ ولا يكذبوا. نعم. ولا يحقروا. لا تحتقر أخاك المسلم، لا تحتقره لأي سبب كان، بل انظر إليه بعين الإجلال والاحترام والتوقير. هذا أخوك المسلم، يجمع بينك وبين أخوة الإسلام. أقل منك رتبة اجتماعية، مالية، عملية أو غيرها، هذه كلها لا قيمة لها عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنت مأمور أن تنظر وتعامل إخوانك تنظر إليهم بعين الإجلال والاحترام والإكبار. نعم. التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات. حسن من الشر يأخذ أخاه المسلم. طيب التقوى ها هنا يعني بعض الناس قد يفهم هذه الجملة فهم خاطئ. كيف يفهمها؟ يفهمها أنك تفعل المعاصي، تضيع الواجبات وتقول خلاص هي التقوى في القلب والحمد لله وأنا أخاف الله. طيب لو في تقوى في القلب اللي ظهرت
على الجوارح بفعل الطاعة واجتناب المعصية. طيب ما معنى قولي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه؟ معلش عشان الوقت بس، أنا طرحت سؤال فقط حتى تنتبه. معنى هذا الأسلوب بحسب امرئ من الشر أو كفى بالمرء مثلا إثما، هذا التعبير معناه إنه لو لم تلقى الله إلا بهذه المعصية لكانت كافية في هلاكك. واضح كده؟ كفى بالمرء إثما، يعني لو ما لقي الله عز وجل إلا بهذا الذنب لكفى بهذا الذنب في إهلاكه. بحسب امرئ من الشر، لو ما لقيت الله بشيء من خصال الشر إلا هذه لكانت كافية في إهلاكك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم اللي بعده. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم هذا التنفيس، يعني إن استطعت أنك تزيل الكربة كلها افعل، ما استطعت لكن تستطيع تخفف منها خفف عنها حسب استطاعتك. نعم. والجزاء من جنس العمل. تنفس عن كربة من الدنيا، من كرب الدنيا ينفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. وهل في مقارنة بين الكربتين؟ ما في مقارنة. لو جمعت كل كرب الدنيا ما عدلت كربة واحدة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير على المعسر إما بإبرائه إسقاط الدين عنه، وإما بإسقاط بعض الدين عنه، وإما بإنظاره إعطائه مهلة. وأيهما أفضل؟ تسقط عنه الدين كله أو تسقط بعضه أو تعطيه مهلة؟ ها؟ وين أفضل؟ إسقاط الدين كله، صح ولا لا؟ يعني من حيث الأجر، يعني من حيث الأجر إنك تسقط الدين عنه كله هذا أكثر أجر. لكن لاحظ إبراءه من الدين أو التخفيف عنه هذا أمر مندوب. أما الإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر هذا إيش؟ هذا واجب. هذا واجب. هذا من الأحوال والمقامات التي يكون فيها المندوب أفضل من الواجب. تفضل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني
علي أسأل من منكم في بلده خطيبا؟ خطيب يرفع خطيب في بلده ما شاء الله. بإذن الله عندنا دورة تدريبية للخطباء غدا الساعة 10 صباحا على الإخوة كلية الشريعة الساعة 10 صباحا لفضيلة الشيخ الدكتور علي الحدادي بعنوان كيفية إعداد الخطبة. أتمنى